مساء الخير والنور عليكم. اهلا بيكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم حكايات. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو من اكتر الموضوعات اللي لازم نعرضها لحضراتكم، ولكن خليني في البدايه ارحب بزميلي سامي واللي هنقدم مع بعض حكايتنا النهارده. اهلا بيك يا سامي. اهلا بك يا ايمان، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير، يا رب تكون بخير. خير. يا ترى النهارده بقى محضرنا حكايه ايه جديده؟ النهارده هنتكلم عن حكايه مهمه جدا، وانا شايفاها ان هي مش حكايه جديده، حكايه انتشرت من زمان في المجتمع بتاعنا في كل حته تقريبا، وهي حكايه شاب بدأ ان هو يبني لنفسه عالم افتراضي عشان يهرب بيه من عالم الواقع. بدأ ان هو يبني لنفسه النهايه وهو ما يعرفش هل نهايه الطريق ده ايه، او هل هو كده هيوصل لعالم يقدر ان هو يعيش فيه حياته اللي هو متخيلها في دماغه ولا لا. حكايتنا النهارده عن التعاطي والمخدرات. طبعا يا ايمان في اسباب كتير، وناخد من كلامك ونكمل ان في اسباب كتير جدا ورا ان اي شاب يتجه للطريق ده او السكه دي. ومن اهم الاسباب اللي كلنا بنشوفها وبنعيشها الفتره دي هي طبعا اسباب الاسترس او الضغوطات المختلفه اللي كلنا بنعيشها في المجتمع، سواء بقى ضغوطات معيشه، دراسه، شغل، ضغوطات ماديه، ايا كانت الضغوطات دي من اهم الاسباب اللي من خلالها بيتجه الشخص للادمان. وكمان الفرجه على مشاهد العنف، وغير كده كمان ان انت عدم الرقابه الابويه على الابناء، وان انت ما تعرفش ابنك بيروح فين ولا بيجي منين. وكمان ان ما بقاش في حوار عائلي زي زمان، الاب يفهم ابنه ويقول له يعيش حياته ويشوف انت بتعمل ايه في حياتك، وكل الكلام ده ما عادش موجود. ودي من اهم الاسباب طبعا اللي من خلالها بيتجه الشخص للادمان. عندك حق يا سامي، ولكن خليني اقول لك واقول للساده المشاهدين ان برضو في اسباب انا بشوفها من اكتر الاسباب اللي ممكن تخلي اي شاب يتجه للادمان، وهي وجود تاريخ عائلي لتعاطي المواد المخدره، وكمان بعض المشاكل الصحيه او السلوكيه زي الاكتئاب او القلق. اي شاب تعرض لحوادث كتير زي مثلا تعرضه لحادثه سياره، او ان هو يحس بتقليل للذات او الشعور بالرفض الاجتماعي. دي كلها اسباب تخلي الشاب يبدا ان هو يجيله اكتئاب او قلق يتجه للادمان. بس لازم برضو اي شاب يفكر مليون مرة قبل ما يتجه للطريق ده، علشان دي طريق النهاية وطريق التهلكة وطريق الضياع. انت كده بتدمر نفسك وحلمك ومستقبلك، وبتدمر اهلك وكل اللي حواليك. انت حرفيا كده بتقضي على نفسك من غير اي داعي، مع انك ممكن تبقى احسن. ممكن تبني العالم اللي في دماغك ده اللي انت بتعمله بالسيجارة، ممكن تبنيه في الواقع. العالم ده انت كده بتهده بانك يعني بتتجه لطريق غلط تماما. فارجوكم يا جماعه فكروا مليون مره قبل ما تتجهوا للطريق ده. عندك حق يا سامي، وكمان خليني اقول لهم ان اي شاب بيبدا ان هو يتجه للاتجاه ده ويدمن او يشرب المخدرات دي، عايزه اقول لك على حاجه، انت كده مش بتاذي نفسك وبس، ده كمان اي شاب بيبدا ان هو يتعاطى ده، الاذى مش بيجي عليه فقط، يجي على الناس المحيطين بيه، سواء الناس دي بقى الاسره او الابناء. ومش بس كده، بتبدا الدايره ان هي تتسع لحد ما تشمل المخاطره المجتمع بحاله، وبتبدا تزيد معدلات انتاجيه المدمنين، وكمان بتزيد معدلات الجرائم والقتل والسرقه والبطاله، يزيد المخاطره على كل الناس اللي بيحيطوك. فانت لازم تفكر في الناس اللي حواليك اكتر ما تفكر في نفسك، ما تبصش لنفسك وبس. عمر ما كان الطريق ده او الادمان او المخدرات حل لمشكلتك، ايا كان المشكله ايه، وايا كان الاتجاه اللي انت داخل تهرب بيه، او ان انت عندك مشكله صغيره فتبدا تقول انا كده هبقى احسن، او انا كده المشكله هتتحل. عمر ما المشكله ما بتتحل بكده خالص، لان دايما الادمان بيأثر على المتعاطي وبيسبب له مشاكل صحيه كتير. وفكر في نفسك، لان انت كده بتأذي نفسك وبتأذي الناس اللي حواليك. فكر في اسرتك، في اهلك، في والدك، فكر بعد كده لما تيجي تتجوز ويبقى عندك ابناء، انت كده بتبني نهايه لنفسك بايدك وانت مش حاسس باي حاجه. حاول تفكر 100 مره قبل ما تاخد اي خطوه من الخطوات دي، لانها فعلا فعلا مؤذيه. حاول ان انتوا تبصوا للناس اللي قبلكم، هل هم لما اتجهوا للاتجاه ده ايه الحاجه اللي هم استفادوها، او اخدوا ايه في النهايه، ايه النهايه بتاعتهم، هل كانت عامله ازاي. لازم ناخد الناس دي عبره قبل ما نفكر حتى ان احنا نروح للاتجاه ده. عندك حق في كل اللي قلتيه. وخلينا ناخد من كلامك طبعا ونقول للساده المشاهدين على شويه نصايح ممكن تساعدهم ان هم يراقبوا ابنائهم المراهقين او الكبار على الاقل في حياتهم اليوميه، وازاي يتجنبوا الحاجات دي. مظبوط. اول حاجه اقعد واتكلم مع ابنك وافهمه، وشوف هو عاوز ايه في حياته وعاوز يعمل ايه، وساعده، وازاي اصلا تقدر تساعده في حياته وكل ده. وغير كده كمان انك تعرف انشطه ابنك، يعني ايه الحاجه اللي بيمارسها في يومه، ايه الحاجه اللي بيعملها، لما بيخرج بيروح فين، وبيرجع امتى والساعه كام.
وان انت تحط قواعد في بيتك، ان انت ما تتاخرش، ما ترجعش بعد الساعه كذا. لو في حفله شغاله وفيها مثلا ادمان او فيها ناس بيشربوا الحاجات دي، ان انت تخرج وتسيب الحفله. ان انت تقول لابنك ما تتاخرش بره البيت، تقعد معاه وتتكلم معاه وتشوفه كان فين وعمل ايه في يومه. غير كده كمان، ان انت لو مثلا رايح مشوار وراكب تاكسي او راكب ميكروباص زي اي حد، ولقيت السواق اللي هتركب معاه ده بيتعاطى الحاجات دي، انزل فورا وسيبه. وغير كده كمان في نصايح كتير ممكن نقدمها لكم، لكن خلينا في الاول ناخد مداخله تليفونيه مع اللايف كوتش استاذ عبد الرحمن، ده طبعا هيفيدنا في الحوار اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. استاذ عبد الرحمن، مساء الخير. مساء النور. طبعا حضرتك اكيد تابعت حلقتنا وان احنا بنتكلم عن الادمان وتعاطي المخدرات، ودي بقت مشكله رئيسيه في الشارع المصري الفتره دي. فحضرتك تنصح بايه الشباب او ان هم يعيشوا يومهم ازاي في ظل انتشار الحاجه دي؟ خليني اقول لك ان كل شبابنا المصري النهارده بيعاني من مشكله مهمه جدا، ان هو مش بيبقى محدد اهدافه في الحياه، مش بيبقى عارف هو عايش ليه، فبالتالي بيحس دايما ان هو كل يوم ما بياخدش خطوات جديده لقدام. فبالتالي بينتهي بيه المطاف، لان هو بيحس ان هو ماليش اي قيمه، انا مش بضيف حاجه للناس اللي حواليا، انا مش بضيف حاجه لنفسي. مظبوط. فده في الاخر بيؤدي ليه في الاخر، لان هو بيحس ان انا مش بضيف حاجه، طب انا لازمتي في الحياه ايه؟ فخلاص انا ماليش لازمه ان انا اعيش. بيدخل في جو اكتئاب، فبيصل بيه الموضوع لان هو بيحاول يصنع لنفسه عالم افتراضي هو بس اللي هو بيحلم بيه او اللي هو متخيله، فبيدخل في طريق اللي احنا بنقول اللي الرجعه فيه بيكون صعب، اللي هو طريق المخدرات. حضرتك تنصح اي شاب بيشوفنا دلوقتي، لو هو عنده مشكله صغيره ايا كان المشكله ايه، وبيفكر بس مجرد تفكير ان هو يبدا ان هو ينسى المشاكل اللي بيمر بيها عن طريق ان هو يتعاطى المخدرات، بتنصحه بايه دلوقتي؟ ايه الحاجه او الحل اللي ممكن يعمله عشان يبعد التفكير ده عن دماغه؟ وانا شخصيا مش شايفه ان ده الحل خالص، حته التعاطي عشان اهرب من مشكله او اهرب بخلاف معين. حضرتك تنصحهم بايه؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان اي مشكله في الدنيا دي ليها حل، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق اي داء الا وكان للداء ده دواء. فدايما الاستسلام للامور، وان احنا نخلي عندنا كده دايما، انا بشوفها عدم عزيمه او عدم ايمان بالله. بيشوف ان هو حل الوحيد ان هو ينسى اي حاجه في ان هو يتعاطى. ما هي دي الفكره، هو ده مربط الفرس، ان زي ما بقول لك كده في كتير جدا من شبابنا بيبقى عنده برمجه كده خاصه بنفسه ان مشكلته دي هي الحياه كلها. لازم نقول للناس كلها اللي بتشوفنا دلوقتي ان اي مشكله في الدنيا ليها حل، واي ضغوط يعني ممكن تزال بسهوله جدا لو احنا عندنا الاراده ده. زي ما ربنا قال ان مع العسر يسر، ثم ان مع العسر يسر. مفيش عسر بدون يسر، فاحنا دايما نكون متفائلين، لان اي حاجه في الدنيا ممكن تتحل، اي عائقه بتقف قدامنا ممكن نتجاوزها. وزي ما رسولنا الكريم قال تفائلوا بالخير تجدوه. فدايما بنقول لشبابنا شوف انت، حدد انت مشكلتك فين، ابتدي حط اقتراحات لنفسك ازاي تخرج من المشكله دي. حاول مره، لو فشلت حاول الثانيه. لو ما قدرتش ان انت توصل للي انت عايزه، عافر وحاول علشان تقدر توصل للي انت عايزه. طيب يا استاذ الرحمن، دلوقتي في ناس كتير يعني يومها بيمشي متلخبط او ما تبقاش عارفه تعمل ايه في حياتها، فانت حضرتك بخبرتك الواسعه في المجال، انت تنصحه يعمل ايه في يومه؟ يمشي يومه ازاي؟ حياته لو كان عنده مشاكل تنصحه يعمل ايه في اليوم؟ دايما بنقول ان توازن الحياه بينقسم ل3 حاجات: توازن عقلي، وتوازن روحاني، وتوازن جسدي. لازم احافظ على معدل نومي، لازم اول حاجه يبقى عندي اهداف، هدف في الحياه بسعى ان انا احققه. تاني حاجه ابتدي بقى اعمل التوازن اللي انا قلت عليه. التوازن الروحاني ان انت تحاول بشكل او باخر ان انت يعني تلبي الاحتياجات الروحانيه دي. ممكن تاخدها منين؟ ممكن تاخدها من الصلاه، ممكن تاخدها من التفكر، زي ما رسولنا قال تفكروا ساعه خير من عباده 1000 عام. ممكن تاخدها من اليوجا، ممكن تاخدها من التامل، ممكن تاخدها من ان انت تبتدي تعمل اللي انا قلت عليه ده. زائد الحاجه الثانيه بقى اللي هو الجانب البدني، ان انت لازم تحافظ على وجباتك، تحافظ على معدل اكلك اليومي، تحافظ على ممارسه الرياضه، تحافظ على معدل نوم ثابت ما يقلش من 6 ل 8 ساعات يوميا.
فدي الحاجات الاساسيه اللي احنا لازم نعملها. احنا نعمل توازن روحاني او توازن روحي، دي علاقه الانسان بربنا سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه التوازن الجسدي. الحاجه الثالثه بقى التوازن العقلي، ان انا احس ان انا ليه هدف وقيمه في المجتمع، ان انا دايما بفكر ازاي اللي انا احسن من الروتين اليومي بتاعي. انا بشكرك جدا يا استاذ عبد الرحمن على المعلومات المهمه دي، وبتمنى من اي شاب يشوفنا دلوقتي ياخد بمعلومات حضرتك. انا بشكرك جدا على المداخله بتاعتك. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. دايما بقول لاي اب واي ام، دايما خليكوا جنب ابنائكم، قدموا الدعم، المدح، شجعوهم على اي حاجه بيقدموها حتى لو كان النجاح ده صغير جدا. طول ما في رابط قوي بينك وما بين ابنك هتساعده على التجنب من الادمان او التعاطي. خليك دايما صاحب ابنك، اعرف مشاكله الشخصيه ايه. دايما لو اخدته من جانب ان هو صاحبك ده هيبقى احسن كتير من ان هو اب ليه بقى وزعيق وان هو عارف لو عمل حاجه انت هتبدا ان انت تعاقبه. لا، الموضوع ما بيمشيش كده تماما. حاولوا ان انتوا تصاحبوا اولادكم، لان صدقوني المشاكل اللي بيمروا بيها سواء كانت مشاكل صغيره او كبيره، وبجانب ده كله وبجانب المشاكل اصحاب السوء. لان ابنك دلوقتي لو شاف ان انت بتعاقبه بتزعله على اقل حاجه، هيبدا ان هو يصاحب حد الله اعلم هيبقى كويس او مش كويس، ويبدا ان هو يحكي له مشاكله. والصاحب ده لو سوء هياخد الابن لطريق تاني خالص. ولا انت رايك ايه يا سامي؟ بصي، وانت اتكلمت في نقطه مهمه جدا اللي هي اصحاب السوق، ودي نقطه في غايه الخطوره، لان فعلا اصحاب السوق هم اللي بيجروا الشخص ان هو يتجه للطريق ده. واصحاب السوق يا جماعه دلوقتي هم المفرقه في الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها، لان دلوقتي الابن بيروح له زعلان او بيشكي له او بيحكي له عن مشكله عنده، فاقرب حاجه يقول له خد سيجاره، ما اعرفش يعمل ايه كده، واحده في واحده بتيرد الادمان. صدقوني يا جماعه، لو عملنا بكل النصايح دي هنحافظ على ابنائنا، لان ابنائنا هم مستقبل بكره ومستقبل بلدنا، وهم طبعا زهرتنا في الدنيا، وكل حاجه حلوه ابنائنا بيعملوها احنا بنفرح بيها. فليه نتجه للطريق ده؟ وكل شاب بيتفرج عليا صدقني اعمل بالنصايح اللي اتكلمنا فيها كلها طول الحلقه، وهتتجه للطريق الصحيح. وارجع لربنا، وارجع لنفسك ولاهلك ولبيتك ولاسرتك ولاصحابك الكويسين اللي بيحبوك بجد. وصدقني الطريق ده نهايته خطر جدا. عندك حق يا سامي. عايزه اقول لكم اذا انتوا حدينا من انتشار المشكله دي، هنحد من انتشار حاجات كتيره جدا زي البطاله والتسول والسرقه والقتل، وهنتجنب حاجات كتير. وغير كده ان احنا هنحافظ على ابنائنا. ده كان حكايتنا النهارده، كنا مبسوطين جدا معاكم انا وسامي. كانت حلقه ممتعه، واتمنى من كل شاب ان هو يعمل بيها. شكرا ليك يا سامي على حلقه النهارده. انا بشكرك جدا على الحلقه اللي شاركتها معايا النهارده. لا شكرا انت على المعلومات اللي قلتيها، وعلى اللايف كوتش عبد الرحمن على المعلومات اللي قدمها كلها. وبجد نتمنى ان احنا النهارده نكون امتعناكم وقدمنا لكم حلقه مفيده بجد نقدر نستغلها في حاجات كتير في حياتنا الفتره الجايه. شكرا ليك يا سامي. وبكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. استنونا في حكايات تانية كتير الاسبوع الجاي. دمتم في امان الله، مع الف سلامه.